السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات ومملحات مع سميرة. اليوم وليداتي تشهاو البرجر تشيكن أو البرجر بالدجاج على طريقة KFC. اليوم جيت نشارك معكم الوصفة بجميع المراحل ديالها، من عجينة البرجر اللي كتجي قطنية وكتجي هائلة حسن من اللي كنشريهم من المحلات، والدجاج على طريقة KFC اللي كيجي مقرمش ولذيذ. يلا تبعوا الفيديو بجميع المراحل ديالو باش تفرحوا وليداتكم. اول حاجه عندنا 500 غرام ديال الدقيق، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، 2 معالق كبار ديال الزبده، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، كاس ونص ديال الحليب اللي يكون دافي، وربع كاس ديال الزيت. اول حاجه غنبداو بها هو العجين. كنجيب واحد القصعه او اناء، انا هنا استعملت العجانه، كندير واحد الكميه من داك نص كيلو او 500 غرام ديال الدقيق، كنزيدو عليها دوك الكاس ونص ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، كنضيفو على داك السكر سنيده وكنخلطو بهذاك الفوي. من بعد كنضيفو خميره حبيبات بحال هذا الشكل كما كتشوفوا حتى كيتمازج هذا الخليط. من بعد غادي ندوز نغلفوه بواحد بلاستيك غذائي ونخليوه حتى كتفاعل ديك الخميره مع هذاك الدقيق، وغندوزو نزيدو المراحل اللي بقاو. من بعد ما دازت 10 دقائق كنشوفوا الخميره ديالنا كتفاعلت، كنضيفو ديك الكميه اللي بقات ديال الدقيق، كنضيفو الملحه وكنردوها تعجن حتى كتولي واحد العجينه اللي مجموعه وطريه بحال هذا الشكل. تقدروا تستعملوا غير القصعه او الاناء اللي كان متوفر عندكم. انا اليوم درت العجانه باش نسهلوا المأموريه. كنخليوها تعجن واحد ما بين 5 حتى 7 دقائق حتى كتولي بحال هذا الشكل، كيتجمع داك الدقيق مع داك الخليط الاول اللي خمرنا. من بعد ما كتجمع بحال هذا الشكل كما كتشوفوا في الفيديو، هاد المرحله دابا غنبقاو نزيدو هذاك 2 معالق كبار ديال الزبده غير بالتدريج باش كتدخل ديك الزبده في هذيك العجين ديالنا، وكنحصلوا على واحد العجينه طريه والقوام ديالو كيجي مهوي. كنزيدو الزبده غير بشويه والعجانه خدامه حتى كينسجم هذاك الزبده مع ديك الدقيق او هذيك العجين، وكنبقاو نخدموها او كتعلكوها غير بين يديكم ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق. شفتوا العجينه اللي حصلنا عليها كتجي واحد العجينه اللي مجموعه في نفس الوقت طريه. غادي ندوز نجمعها بين يديا بحال هذا الشكل، وغندوز نغلفها بواحد الفيلم اليمونطير او بلاستيك غذائي ونحتفظ بها حتى تخمر يضاعف الحجم ديالها. من بعد عاد غندوزو نقرصوها ونخليوها تخمر مره ثانيه. غندوزو دابا نشرملو دوك القطع ديال الدجاج اللي عندنا. انا هنا عندي واحد القطع ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعتهم رقاق شرائح بحال هذا الشكل كما كتشوفوا. بالنسبه للماريناد او الترقيده غنحتاجو نص كاس الحامض، كاس ديال الحليب، الابزار، ملحه، الكمون، بودره ديال الثوم، 2 معالق ديال النشا، ونضيفوا لها واحد البيضه. والسر اللي يخلي هاد الدجاج يفتي ومقربش هما بيكربونات الصودا الصالحه للاكل التي كتباع في السوبر مارشي او في المحلات الكبار او اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. كنجيب واحد الاناء كنوضع فيه داك البيضه كما كتشوفوا. من بعد غادي نضيف دوك 2 معالق كبار ديال النشا، غنضيف البزار، ملحه، شويه ديال بابريكا او التحميره الا بغيتو اللون يجيكم محمر، بغيتو تستغناو عليه كتستغناو عليه. كنضيف واحد نص معلقه ديال بودره ديال الثوم والكمون، وكنضيفوا الحليب غير بالتدريج وحنا كنخلطوا هاد العناصر بعضياتها حتى كتنسجم. ومن بعد بحال هاد الشكل كنبقاو نخلطوا. من بعد ما كنحصلوا على هاد القوام كنضيف بيكربونات الصودا، كنضيف نص معلقه صغيره على حسب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. كنضيفوا الكميه اللي بقات لنا ديال الحليب، وكنضيفوا ديك نص كاس ديال عصير الحامض. من بعد كنجيبوا هذوك الشرائح ديال الدجاج وكنوضعوهم في هاد لا ماريناد او في هاد الترقيده، على الاقل تخليهم واحد الساعه د المكانه باش كيجيو فتين وكيتشربوا هذيك المذاق ديال الحامض والثومه وكيجيو فعلا بنان. كنغلفوهم في الماء ليمونطير وكنحتفظوا بهم في الثلاجه الوقت اللي نحضروا فيه العجين ديالنا ديال البرجر غادي يكون خمر. هانتوما من بعد ما نضاعف الحجم ديال العجين كما كتشوفوا غندوزو نديكازيوه، نخويوه من الهواء ونديروه فوق سطح العمل بحال هذا الشكل على شكل بوده،
وغندوزو نقطعوه قطع. بالنسبه لحجم البرجر نتوما اللي كتحكموا فيه، تقدروا ديروهم كبار، تقدروا ديروهم صغار. انا هاد الكميه عطاتني 16 الميني برجر، بغيتو ديروهم كبار يعطيوكم 8. من بعد ما قطعناهم كنحاولوا نجمعوهم بلا دقيق غير ما بين يدينا حتى كنحصلوا على هاد الكرات اللي كتكون الشكل ديالها مقادد. كنوضعوها في واحد الطبسيل اللي مغلف ببابي سولفيريزي او ورق الطبخ، وكنغطيوها كنخليوه حتى كيخمر المره الثانيه. هانتوما من بعد ما خمر ليا هاد العجين ديالي كناخذ واحد البيضه كنديروها معاها 2 معالق تاع الحليب وراس المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكندهنوا بهم هاد البرجر ديالنا بحال هاد الشكل باش كياخذوا واحد اللون مذهب وكيجيو محمرين جميع الجوانب. من بعد انا هنا زينتهم بالجنجلان الابيض، تقدروا ديروا غير الجنجلان العادي، تقدروا ديروا لي غران دو بافو، كتزينوا باللي بغيتو اللي متوفر عندكم في الدار. كندخلوهم الفران على 170 درجه حتى كيتحمروا. من بعد ما درت هذاك البرجر ديالي راه طاب، كنجيبوا دوك القطع ديال الدجاج، كنجيبوا واحد السوبيره او جبانيه اللي كيكون فيها واحد الكميه من الدقيق، كنهزوا هذوك القطع ديال الدجاج بحال هذا الشكل. ضروري الجبانيه والاناء يكون عندكم كيتسد، وكنبقاو نحركو بحال هذا الشكل باش كنتاكدوا انه كيتلبس بهذاك الدقيق وكيجي بحال اللي مشوك تماما بحال الدجاج اللي كنشريو من KFC. من بعد ما كنتاكد انه تلبس بهذاك الدقيق بحال هذا الشكل، انا راني ديجا دايره الزيت يسخن في مقله اللي كتكون ثقيله، ما تكونش المقله خفيفه، تكون ثقيله، وكنخليه يسخن مزيان. وكنبقى نحرك هاد القطع بيديا غير بحال هذا الشكل عشوائي، وغادي ندوز نوضع هاد القطع في الزيت اللي يكون ساخن. ضروري يكون الزيت سخون. اون فوا كتلوحوا هاد الدجاج او هاد القطع ديال الدجاج في الزيت، كتنقصوا النار واحد شويه، يعني كتكون نار معتدله، ماشي ضعيفه وماشي مجهده. كنبقاو نحركوا غير المقله، ما كتقيسوها لا بمعلقه لا بفرشيط لا حتى شي حاجه. كنبقاو نحركوا غير المقله حتى كيشدوك القطع ديال الدجاج ديالنا كيشدوا راسهم، كنشوفهم انهم بداو كيقصحوا. عاد ديك الساعات كنبقاو نحركوهم، شتي كيوليو تماما كما قلت لكم بحال KFC، ولكن المذاق ديالهم كيجي رائع وهائل. شو التحميره اللي كناخذوها من بعد ما كيتحمروا كندوزو كنصفيوهم بواحد الصفايه، وكنوضعوا الكميه اللي بقات لنا ديال قطع ديال الدجاج هي بنفس الشكل، كنوضعوها في الطحين وكنقليوها. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال هاد القطع ديال الدجاج ديالنا كيجيو مقرمشين. غندوزو دابا باش نديرو المونتاج ديال البرجر. هاد البرجرات ديالي بعد ما طابو كتخليهم حتى كيبردوا. شو على الشكل كيجي فيهم، انا هنا راني قسمتهم على جوج. شو العجينه كي كتجي قطنيه كتجي مهويه، كيجي ناجح 100%. بالنسبه للعماره عندي هنا البصله المحمره مع شويه الملح والابزار، دوائر ديال الطماطم، الخيار والخس، فرماج ساندويتش. وهاد لاصوص كديروا فيها 2 معالق المايونيز، معلقه صغيره د لاموطارد، واحد نص بصله صغيره مشلضه، واحد راس المعلقه ديال بودره الثوم، واحد 2 معالق ديال الحامض. كتجي هائله وكتجي لذيذه. تقدروا ديروا اي صوص بغيتو، ولكن انا صراحه هذه كتجي هائله في هذا البرجر. ومع ديك الطيبه الحامض مع الدجاج كيجي رائع. انا الدجاج من بعد ما طاب ليا راني درتو في هذه الصفيحه وخليته في الفرن اللي على عافيه مهيله باش يبقى سخون الوقت اللي نديرو فيها المونتاج ديال هذا البرجر. انا وجدت جميع المقادير وخليت وليداتي هما اللي داروا المونتاج ديال هذا البرجر بالشكل اللي بغاو هما وتشهاوه. هنا راه دهنوا القطعه الاولى بهذيك لاصوص فرomاج اللي درنا او ديك لاصوص المايونيز، داروا قطعه ساندويتش ديال الفرماج، داروا قطعه ديال الخس، قطعه من هذاك الدجاج اللي صوبنا، زادوا واحد القليل من لاصوص باش تثبت عليه هذيك الورقه ديال الفرماج او ديال الساندويتش الزوجه. من بعد داروا قطع ديال الخيار وسدوا بالقطعه الثانيه ديال البرجر اللي تبتوها بهاد العويدات. لان من بعد غادي ندخلوهم للفران واحد دقيقه او 2 دقائق وغنخرجوهم باش داك الفرماج كيسيح اليوم. البرجر الثاني حتى هو دهنوه بلا صوص، داروا البصله محمره كتجي رائعه مع ديك سويته كتكون معها المليحه والبزر كتجي لذيذه. من بعد ما وضعوا البصله داروا قطعه من الفرماج الساندويتش كما كتشوفوا، قطعه من الدجاج بحال هذا الشكل، داروا ديك لاصوص
من بعد قطعة ديال الفرماج، قطعة من الطماطم، وتبتوها بهذاك العويد كما غتشوفوا. بالنسبه للعماره انا ديما كنقول لكم عمروا باللي تشهيتوا واللي بغاو وليداتكم. انا يكفي انني وجدت لهم جميع العناصر اللي بغاوها وخليتهم هما يحضروا بالطريقه اللي تشهاو هما، وحتى الوليدات ديالنا ملي كنشاركوهم معنا بحال هكا في هاد التحضيرات كيكون عندهم واحد المتعه. علاش لا شي نهار الا كانوا ما قاريينش او كانت عطله ندخلهم معنا للكوزينه ويحضروا داكشي اللي هما بغاو واللي كيعجبهم. كتبقاو تكملوا بحال هاد الشكل، كل مره كتخالفوا دوك المقادير او دوك المكونات حتى كنحصلوا على واحد لي برجر اللي كيجيو لذاذ. وانا مأكده انكم ما غتبقاوش تشريوهم من الزنقه نهائيا، غيبقاو ديما معتمدين عندكم. تقدروا ديروهم غير بالكفته، كديروا الكفته حتى هي دوائر وكطيبوها. الاساس هو العجين، انا خدمت معكم العجين. وهذاك الدجاج ديال KFC كيجي رائع، تقدروا ديروه غير في ساندويتش في الميني باغيت حتى هو كيجي لذيذ. كما كتشوفوا دائما الاعتماد على هذيك لاصوص اللي كتجي لذيذه وكتعطي واحد المذاق لذيذ مع ديك الحامض بودره ديال الثوم اللي فيها، كيعطي واحد المذاق مميز لهاد البرغر ديالنا. دائما كيخلفوا الفرماج، القطع ديال الدجاج، الخس والفرماج. كتستمروا بحال هاد الشكل حتى كتكملوا دوك القطع ديال البرغر اللي بغيتو واللي غادي تناولوا مع العائله ديالكم. وكتسخنوا الفران على اعلى درجه. من بعد كتدخلوا هاد لي برغر ديالنا، كتخليوهم دقيقه د المكانه وكتطفيو الفران غير باش هذاك الفرماج كيذوب وكيجي لاصق على هذاك الدجاج، وكتجي العماره ديالنا كتجي معلكه. ها نتوما هذه النتيجه النهائيه ديال هاد لي برغر ديالنا. شو المنظر ديالهم كيجي رائع، وصدقوني ان المذاق كيجي هائل. وانا مأكده انكم الا جربتوهم بهذه الطريقه وتبعتوا الفيديو بجميع المراحل ديالهم من العجين من طريقه الشرموله ديال الدجاج غتحصلوا على واحد البرغل احسن من اللي كنشريو من المحلات 100 مره، ولذيذ. وليداتكم دائما غادي يبقاو يطلبوه منكم وغتحضروا لهم. نتمنى تكون هذه الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصحاب. ولا مازال ما اشتركتوش في القناه نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. خليتكم على خير ونتلاقى معكم فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.